اهلا وسهلا بيكم معانا في تيا تي في. احنا هنتكلم مع بعض النهارده على الراجل الجيركن. مين هو الراجل الجيركن؟ الراجل الجيركن ده شخص متخفي، عامل نفسه جنتل او جان، لكن هو في الحقيقه هو اصلا جيركن. ما ينفعش يكون لا جنتل ولا جان. هنشوف ازاي. يعني يجي يقول لك انا واحد ابن بلد، انا واحد جدع، فالناس كلها بتحب ولاد البلد الجدعان، بس اصل انا لساني شويه زالف، بس اصل انا ما اقدرش، مش عارفه، ما جاملش في مناسبات ايه علشان ايه. تعال انت بقى تعامل معاه في الحقيقه، تلاقيه ان هو اوريدي جيركن مش جنتل. هتلاقي كل اللي فاضل لك منه جيركن، بيطلق عباره عن الفاظ قذره. كل كلامه وكل طريقته في الحياه هي عباره عن الفاظ قذره، يخوض في اعراض الناس عادي جدا، دي حاجه طبيعيه جدا بالنسبه له. ده اللي بيبقى فاضل منه، ان هو قاعد بيتكلم، بيوقع الناس في بعض، كميه الفاظ غير طبيعيه بتطلع منه بحجه ان هو واحد ابن بلد. ده الجيركن. تعمل معاه ايه؟ تبعد عنه خالص، او لو هو مفروض عليك تقفل الجيركن ده، يعني تعمل بينك وبينه حدود. طول ما في بينك وبينه حدود قويه هو عمره ما هيتعداها، لا هينفع. لان خد بالك الالفاظ اللي هو حتى بيستخدمها في طريقه كلام، هطلع، هنزل عليا الطلاق، دين، الكلام ده كله اللي هو دي اللغه الدارجه بتاعته بتاع كل يوم، ده العادي بتاعه. يوم ما يحصل بينك وبينه ان خلاص ما بقاش في حدود، ده هتبقى انت حضرتك اللي بتتشتم عادي جدا، او حضرتك على فكره، وما بيفرقش معاه او ما بتفرقش معاها. يبقى انت تقفل الجيركن ده بانك تعمل حدود وتعمل فاصل بينك وبينه من الاول. ولو حصل تعدي للفاصل ده من اول مره تعمل وقفه، لان لو اول مره عدت كل سنه وانت طيب. واوعى اوعى اوعى او اوعي تدخله في حياتك بحجه ان هو يحل لك مشكله، لان هما ما بيحلوش. هو ما بيحلش، هو بيقعد يسمع، بيستمتع بالكلام، بيستمتع بان هو يعمل نفسه بتاع وابن بلد، لكن في الحقيقه هو مش كده خالص.